السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألف مبروك للنادي الأهلي، ألف مبروك لكبير أفريقيا يفوز على مازيمبي بنتيجة 3-0 ووصوله للنهائي للمرة ال17 والمرة الخامسة على التوالي. سجل أهداف الأهلي اليوم المتخصص محمد عبد المنعم أحسن مدافع في القارة. سجل هدف الثاني وسام أبو علي لاعب كويس جامد لمستقبل كبير مع النادي الأهلي. سجل الهدف الثالث المنقذ اللي خرج كورة من على خط المرمى بتاع الأهلي أكرم توفيق. ألف مبروك للنادي الأهلي، في غيابات بيفوز، مفيش غيابات برضه بيفوز. الأهلي بمن حضر، أحسن نادي في قارة أفريقيا كلها، كل الأندية بتعمل حساب النادي الأهلي، اسمه وحده يكفي. بدأ كولر بتشكيلة مميزة: شوبير، عبد المنعم، ربيعة، هاني معلول، السولية، أكرم وكوكا وعبد القادر، تاو ووسام أبو علي، ومعلق المباراة محمد علي. لا تعليق. كولر كان معتمد في المباراة دي على الأطراف، وشفنا الجبهة اليمين كانت شغالة كويس، وكان أحسن لاعبين من وجهة نظري علي معلول وعبد القادر، وكانت الجبهة اليمين هي أكتر جبهة شغالة للنادي الأهلي. شفنا منها كذا فرصة وكذا أسيست لتاو وللمهاجم وسام أبو علي، وعبد القادر كمان ضيع جول، ومعلول عمل 2 أسيست. يعني كانت هي الجبهة اللي كانت شغالة وكان مستفيد منها كولر. ليه مباراتين بسم الله ما شاء الله، شايف محمد هاني رجع لمستواه، بيقطع كور، بيلعب حلو، بيمرر بأسلوب كويس. يعني في اختلاف عن المباريات اللي فاتت، كنا كلنا بنتريق عليه لما لعب حلو، بنقول عليه لعب حلو. احمد نبيل كوكا بيلعب حلو بس لسه عنده نقص في اتقان التمرير. الشوط الاول كان يخوف، قعدنا نضيع في الفرص في اول ربع ساعه او لغايه 20 دقيقه، بعد كده هم مسكوا كوره واحرزوا الهدف الملغي اللي خوفنا كلنا في اخر الشوط الاول. وقبل احراز الهدف كنا بنعمل هجمات حلوه وكل حاجه، بس كان ناقصها الاتقان. دفاعنا مش حلو قوي، يعني انا شايف ان دفاع الاهلي دي فتره تعبان شويه. يعني حتى الجون اللي جه منه الهدف لو انت خدت بالك هتلاقي مفيش رقابه على اللاعب اللي نزل بالراحه وضربه الكره بالراس ودخلت الجون. وعمرو السوليه بيضيع هدف معمول حلو من علي معلول، وعبد القادر لعب كره حلوه لتاو ضيعها في اول 10 دقائق. عبد القادر عايز اتكلم عنه شويه. عبد القادر ليه ماتشين مع الاهلي بسم الله ما شاء الله، في ماتش الذهاب وماتش العوده عبد القادر لعب ماتشين حلوين جدا. لاعب عنده حلول، بيلم كويس، بيعمل عرضيات كويسه، بيلعب بأريحيه، بيعرف يستغل الفرصه كويس، سريع مهاري. ليه كولر كان مقعده الفتره دي كلها؟ انا شايف من اول ما بدأ يلعب بعبد القادر شكل الاهلي وهجوم الاهلي اتغير خالص. ليه انت كنتش بتلعب احمد عبد القادر؟ ليه كولر ما بتلعبش احمد عبد القادر؟ اي نعم، فتره من الفترات اللي انت قبل ما تقرص ودنه وقعدت شويه كان مستواه مش حلو، بس عبد القادر من اللعيبه التقيله اللي احنا بنفتقدها في مصر، اللعيب المهاري. لو خدت بالك هتلاقي عبد القادر فيه شويه من رمضان صبحي. يعني لو خدت بالك هتلاقي عبد القادر بيلعب نفس اسلوب رمضان صبحي، لاعب تقيل بيقف على الكوره، معوض لك الناحيه دي، يعني معوض ان الجبهه اليمين هو علي معلول عاملين جبهه حلوه جدا. كل الهجمات الخضراء كان سببها احمد عبد القادر. ما تقعدوش دكه بقى تاني، ما تقعدوش وشاركوا واديله الثقه. يعني نشوف عبد القادر، يعني انا شايف ان هو احسن واحد يلعب في الجبهه اللي هي اليمين. والشحات بقى رجعوا جبهته التانية، يعني بلاش العك اللي انت بتعمله. يعني الشحات خليه في الجبهه الشمال، بيلعب حلو في الجبهه الشمال اول ما يرجع من الاصابه. نيجي للحارس مازيمبي، الحارس اللي كان خانقنا، اي كوره تجيله راح رامي نفسه على الارض. حتى كولر لو خدت بالك عايز يفوز، كولر عاوز يجيب جون في اول ربع ساعه، كان داخل كان تفكيره كله ان هو يحرز جون في اول ربع ساعه. لو انت خدت بالك من الكاميرا لما جابت كولر اول ما حارس مازيمبي وقع، كان متغاظ ومتضايق. ده يبين لك ان كولر كان اهم حاجه عنده هي اول تلت ساعه او اول ربع ساعه في المباراه. وكمان تاو لعب حلو وضيع هدف تاني في الدقيقه 17، خدنا منها كمان ركنيه، وعبد القادر عمل رأسيه حلوه وبرضه ضاعت. لعبة مازيمبي حسوا بالخطورة، بدأوا يضيعوا كورة لأن حس إن الأهلي عاوز يحرز هدف في الشوط الأول. كمان وسام أبو علي ضيع فرصة كبيرة في الشوط الأول ما تضيعش. لعيب جامد بس نقص شوية خبرة ويتأقلم مع النادي الأهلي. هتتفرج على وسام أبو علي، هيبقى أحسن هداف في مصر إن شاء الله. يعني ملخص الشوط الأول، فريق مازيمبي بيلعب على المرتدات. كمان معلول كان في الشوط الأول عمل جبهة روعة وهو أحمد عبد القادر. هدف التقدم الملغي لمازيمبي كان في غفلة من لاعيبة النادي الأهلي. زي ما قلت لكم في أخطاء في الدفاع كبيرة جدا في النادي الأهلي، لازم كولر يعالج هذه الأخطاء قبل النهائي، لأن احنا هنلاعب الترجي إن شاء الله. يعني كده خلاص مؤكدا رسمي هنلاعب الترجي. سان داونز خسر في لقاء الذهاب والعودة وده شيء غريب،
بس احنا كده خلاص هنلاعب الترجي. والله انا كنت عايز سان داونز، لان معاهم طار كذا كذا مره يغلبونا، فكنت عايز سان داونز بقى مفيش غيرنا فيهم. بس كده احنا هنلاعب الترجي وان شاء الله ناخد النهائي باذن الله. الشوط الثاني الاهلي بدا يحس بالخطر من الهدف اللي اتلغى، قال لك خلاص كده لو هدف جاء انا بره، لان لو الهدف ده اتحسب كان المفروض الاهلي يجيب 2، لان الاهلي لو كان جاب هدف كان هيبقى تعادل هناك 0-0 ومتعادل هنا 1-1، كان هم هيصعدوا، فكان لازم تجيب هدفين. فمن بعد الهدف ده لعيبه الاهلي قد المسؤوليه، سجلوا ال3 اهداف. يعني لولا الهدف اللي جاء اللي اتلغى ده كان ممكن الاهلي يخسر. فلازم برضه نعالج الدفاع زي ما قلت لكم، يعني المفروض كولر يعالج الدفاع. والحمد لله ان الاهلي خلص المباراه بنتيجه 3-0. نزول امام عاشور، يعني الحمد لله امام عاشور خلاص بيه مش مصاب. في لقطه بقى في تغيير امام عاشور ما بين السوليه، انا شفت السوليه متضايق، يعني يا رب ما يكونش في حساسيات مع كولر في الموضوع ده، وهو كله تيم واحد، وان شاء الله ناخد البطوله وباذن الله الاهلي قدها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.